السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بنعمة وصحة وستر. بما ان الاسعار بقت خزعبلية وفي حاجات كتير جدا جدا يعني مش ضرورية وما هي الا ترند وممكن تستغني عنها بطريقة بسيطة جدا، هعمل لكم سلسلة فيديوهات عن البدائل الرخيصة. البدائل الرخيصة دي اولها واحسنها الجريسلين. الجريسلين يعامل معاملة الهيلورونيك أسيد، بل جزيئات الجريسلين كمان أصغر من الهيلورونيك أسيد، فبتمتص في البشرة أكتر، بتحبس المية تحت الجلد زي المغناطيس كده، بتلم المية كلها تحت الجلد وبتخلي بشرتك رطبة ومرنة وجميلة. بس الجريسلين ليه تقنية كده خاصة في الاستعمال، ما ينفعش تستعمليه لوحده. الجريسلين لو استعملتيه لوحده خام كده، سواء جريسلين نباتي او زيت جريسلين، هيخلي بشرتك تصهد ويعمل لك سخونية ويخلي البشرة تقشر كمان. لازم الجريسلين بيتفك بمية مقطرة او بمية ورد. بما ان في ناس كتير جدا بتتحسس من مية الورد، فاحنا هنعمل النهارده الهيلورونيك اسيد بالجريسلين والميه المقطره من الصيدليه. لو انت بشرتك دهنيه هتعملي الجريسلين مع الميه المقطره بنسبه اقل من 5%، من 5 ل 10% على حسب نوع بشرتك، سواء دهنيه او مختلطه. بمعنى هجيب الازازه بتاعتي اللي انا هعمل فيها الهيلورونيك اسيد واقسمها الى 5. تمام كده؟ لكل مثلا انا قسمتها 5 اجزاء اهو، 4 ميه مقطره والجزء الخامس، انا ببسط لكم الموضوع خالص اهو، والجزء الخامس جريسلين. 1 إلى 4، يعني 4 ميه مقطره وواحد جريسلين. ده حلو جدا جدا. الجريسلين ما يتحطش مباشر على البشره ولا بالنهار، الجريسلين لازم يتخفف. وعشان تضمني تقنيه حلوه قوي قوي قوي، بشرتك تبقى منديه، وتحطي الجريسلين على الميه المقطره وترجيهم وبعد كده تحطي على بشرتك، والله هتلاقيها ملبن. عايزه اقول لك الجريسلين بيأخر من ظهور الخطوط التعبيريه وبيعبي الخطوط الرفيعه اللي في البشره، بيعامل معامله الهيالورونيك اسيد، بل احسن كمان. طب لو انا بشرتي جافه بقى، لو انا بشرتي جافه، اقصى استخدام للجريسلين من 25 ل 30%، دي اقصى نسبه تستخدمي فيها الجريسلين. بمعنى لو انا بشرتي جافه هيبقى بنسبه 30%. لو انا عامله الازازه دي مقسماها 3 اجزاء، يبقى جزئين ميه مقطره والجزء اللي فاضل يبقى هو الجريسلين. تمام كده؟ بنسبه 30%. فاهمني؟ طيب انا بقى دلوقتي بشرتي جافه، لو هتحطي الميه المقطره مع الجريسلين بنسبه 30%، ماشي، وتحطي معاها معلقه زيت جوجوبا، زيت جوز الهند، زيت جزر، تقلبي كويس جدا وتستخدميه كل ليله بالليل. والله اقل من اسبوع لو استخدمتيه كل ليله هتحسي بفرق شاسع في بشرتك. الجريسلين كمان لما تحمليه على القاعده الكريميه، عايزه اقول لكم ان انا هوفر لكم القاعده الكريميه قريب جدا، هتبقى قاعده كريميه للبشره وللشعر. هنبقى القاعده الكريميه هنستخدم لها للبشره ومعاها امبولات الزيوت بتاعتها، والقاعده الكريميه هنستخدمها للبشره ومعاها امبولات الزيوت بتاعتها. لو جبتي القاعده الكريميه دي بتاعتنا اللي هو القاعده الكريميه الخام خالص من غير اي زيوت خالص، وخدتي معلقه من القاعده الكريميه دي وحطيتي عليها معلقه جريسلين صغير، معلقه القاعده الكريميه تبقى كبيره ومعلقه زيت الجريسلين تبقى صغيره، وتقلبيهم كويس جدا جدا وترطبي بيهم. عايزه اقول لك هتخلي بشرتك حرير، ولا انت مضطره تجيبي الهيلورونيك ابو مبالغ فيها. وكمان عايزه اقول لك مش والله يعني بقول لك حاجه مبالغ فيها، الهيلورونيك اجزاؤه كبيره جدا، زيه زي الفيتامين سي. تمام كده؟ في حاجات كتير قوي بتبقى ما بتحطيها موضوع على البشره بتبقى اجزائها كبيره فما بتمتصش بسهوله، فبتبقى محتاجه تحطي بقى قبلها حاجه علشان تهيئ البشره انها تمتص المنتج او السيرم او اي حاجه بتحطيها عليه. فان شاء الله ان شاء الله هعمل لكم بدائل رخيصه، هعمل لك بديل البدائل الرخيصه، سوري، بدائل رخيصه. وكمان عايزه اقول لك ان الجريسلين للشعر بيخلي شعرك في حته تانية، وقسما بالله انا مسؤوله عن كلامي. حطي بقى الجريسلين برضو على الميه المقطره، تمام، وحطي معاه معلقه زيت جوز الهند او معلقه زيت زيتون، وبخيه ورجيه كويس جدا، وعلى شعر مندي، على شعر مندي، وغلفي شعرايتك كده وقولي لي ايه رايك. هتلاقيها لا متهيشه ولا متقصفه، وهتلاقي شعرك مسترسل، ومره على مره هتلاقي الدنيا بقت جميله قوي، ما انتش محتاجه تعملي فرد كيميائي ولا اي حاجه. البدائل دي مش انا اللي جايباها من عندي طبعا، بس انا الحمد لله بذاكر كويس قوي وبحفظ كويس جدا، فعشان كده بقول لك حاولي بقدر المستطاع
اختاري لك 3 4 حاجات تشتغلي عليهم. نوع بشرتك يبقى ايه، تشتغلي على الترطيب الكويس، تشتغلي على حاجه محاربه للتجاعيد والشيخوخه، وتبقى كده الدنيا زي الفل. ولما تخلصي مثلا الكورس ده، غيري وافصلي. حتى لو حاجه جابت معاكي نتيجه لازم تفصلي وتجربي حاجه تانية، وتبقي ترجعي للحاجه دي تانية، لان خلاص بتبقى الجسم اتشبع بيها، ففايدتها او الاكتف بتاعها بيقل مع الجسم. يا رب اكون قلت لك معلومه مفيده، واعملي سبسكرايب للقناه علشان اللي جاي ان شاء الله حلو قوي قوي قوي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.